عارفين مين هو القديس فالنتين شفيع المتجوزين؟ من مئات السنين اتولد القديس فالنتين في إيطاليا، وساعتها كان بيحكم البلاد الإمبراطور الروماني كلوديوس، واللي كان فاكر نفسه إله وكان بيخلي الناس تسجد له وتبخر له كمان. وفي يوم قامت حرب كبيرة جدا، وساعتها أمر الإمبراطور كلوديوس الجنود إنهم ما يتجوزوش عشان يركزوا في الحرب وبس ويبقوا متفرغين ليها تماما. وساعتها عرف الجنود والبنات الخبر وكانوا في منتهى الحزن، وجنود كتير بسبب القرار ده ماتوا في الحرب، والبنات كان حزنهم ما يتوصفش. وسمع القديس فالنتين بقرار الإمبراطور واللي كان كاهن وقتها، وبدأ يجوز الجنود في السر، واستمر وقت كبير يعمل كده لغاية ما سمع الإمبراطور كلوديوس وأمر بالقبض عليه فورا. وفعلا قبضوا الجنود عليه، والإمبراطور كلوديوس أمر فالنتين إن هو يسجد له. وساعتها قال القديس: أنا مسيحي ومش بسجد إلا للمسيح. وفورا بدأ الإمبراطور في تعذيبه، وبعدها نال إكليل الشهادة يوم 14 فبراير سنة 270 ميلاديا. ومن ساعتها بقى يوم 14 فبراير من كل سنة هو عيد الفالنتين أو عيد الحب.